السلام عليكم. مع اقتراب شهر رمضان الله يدخلوا علينا وعليكم بالصحة والسلامة. كما العادة واعتاد ألف المغاربة على قفة رمضان في الشهر الكريم. تعتبر قفة رمضان من أهم البرامج الاجتماعية التي ينتظرها ألف المغاربة في هذا الشهر، حيث تهدف قفة رمضان إلى مساعدة الأسر المعوزة وذات الدخل محدود عبر توفير المواد الغذائية أساسية. في هذا الفيديو غادي نشرح لكم كل ما يتعلق بقفة رمضان، شنو هما شروط الاستفادة، الفئة المستحقة لقفة رمضان، طريقة تسجيل قفة رمضان، الأسباب والرافض اللي يخليك ما تستافدش من قفة رمضان، وأيضا سوف نتعرف على جديد قفة رمضان 2026. هل هناك تغيير في المعايير باش تستافد؟ كيفاش تستافد؟ نعطي واحد النبذة ولا تعريف صغير على قفة رمضان. قفة رمضان هي مساعدة غذائية كتقدمها الدولة والجمعيات بشراكة مع السلطات، والهدف ديالها هو دعم الأسر المعوزة خلال شهر رمضان. كتشمل المواد الأساسية بحال دقيق، الزيت، السكر، الشاي، الحليب ومواد أخرى. الهدف ديال قفة رمضان هو مساعدة الأسر المعوزة، ماشي الناس اللي عندهم يمشيو يتسجلوا فيها ويستافدوا منها. ومن هنايا كنقدم الشكر خاص لمائدة الرحمة. اي واحد كيفتح القهوه ديالو ولا يمشي مطعم ديالو ولا شي كارج كيقري فيه مائدة الرحمة ولا شي جمعيه، انا كنقدم لها الشكر، كنقول الله يرحم الوالدين، لان واحد المجهود كبير كتبادلوه وكتساعدوا الناس اللي ما عندهمش باش يفطروا ولا يسحروا ولا شي حاجه. من هنا كنقدم لكم هذا الشكر. المهم كملوا الفيديو ديالنا ومرحبا بكم. ركز معايا، اذا ما كنتيش من هاد الناس راه ما غاديش تستافد من قفة رمضان. كاين بعض الفئات المستهدفه في قفة رمضان، بلا ما تقولي راه كاين المحسوبيه الزمنيه، لان هذيك الشيء عن دراسه راه ماشي اوتوماتيك ولا شي حاجه. راه كاين ناس الدعم الاجتماعي المباشر غادي يستافدوا من قفة رمضان. اول حاجه نبداو شنو الاسر ذات دخل محدود، هما الاولين. ارامل والمطلقات بدون موعل هما اللي غادي يستافدوا. المسنين بدون دخل قار، اشخاص في وضعيه الاعاقه، بعض العائلات المسجلين في برنامج اجتماعي مباشر حتى هما غادي يستافدوا. لان علاش؟ لان الوزاره الداخليه ولا القياده ولا العملات عندها الارشيف الناس، عندها كلشي، عارفه لي دوني. غتشوف الناس اللي مستافدين من الدعم الاجتماعي المباشر، كاين بعض الحالات غادي يستافدوا. علاش؟ لان كتوفر فيهم بعض الشروط. ديك الشروط غادي نهضروا عليها دابا. نتايا ضغط على زر الاشتراك ودير واحد اللايك وبقى معنا في الفيديو حتى النهايه، لان ملي كنشوفوا اللايكات ديالكم وكنشوفوا الجيم ديالكم ولا البارطاج، راه حنايا كنتشجعوا نديروا فيديوهات واخا يكونوا عاكزين وما فينا ما نديروا فيديوهات، كنديروا فيديوهات لان هادشي ماشي امر ولكن فقط مساعده. حنا كنعاونوا بعضياتنا، انت كدير لايك حنا كنديروا فيديو. ومرحبا بكم. بالنسبه للتسجيل غادي يكون عن طريق الاعوان السلطه ولا عن طريق القياده اللي تابع ليها ولا الجماعه الترابيه اللي تابع ليها، هما اللي غادي يدرسوا الملف ديالك وغادي يقدموه للعماله، وغادي يشوفوا الناس اللي يستحقوا اللي ما يستحقوش عن طريق بعض الشروط اللي غادي نقول لكم. هذا فقط بعض الشروط. بالنسبه لهاد الشروط ضروري خاص تكون وضعيتك الاجتماعيه صعبه، يعني ما يكونش عندك دخل قار، يعني ما تكونش تشد واحد الصالير ولا عندك الارض ولا شي حاجه باش تكون ما يكونش عندك شي مساعده اجتماعيه كبيره، يعني كتشد واحد 1000 درهم 2000 درهم مش مساعده اجتماعيه ولا 3000 درهم. هادو هما بعض النقط، هذا من غير بعض النقط اللي يقدروا يحرموك ما تشدش قفه ديال رمضان. اول حاجه بالنسبه للناس اللي كيشدوا قفه رمضان السنوات هذه لا خوفا عليهم. علاش؟ لان ديك اللوائح هادو كيبقاو مسجلين في العماله. ملي كتبلغ وقت القفه ديال رمضان كتصيفطهم العماله للقياده، كتقول لها تاكد لي من هاد الناس. علاش؟ لان كاين بعض الناس كيتوفاو وبعض الناس كتحس الوضعيه ديالهم ضروري خصهم يحيدوها من اللوائح باش يدخلوا ناس اخرين باش يستافدوا. حتى عندنا الدائره فيها 100 الناس مريضين ولا عندهم خصهم مساعده ولا شي حاجه، مثلا 5 توفاو بقانا واحد 95، ديك 5 ضروري غادي نعوضوهم بشي ناس اخرين اللي محتاجين ولا شي حاجه. مهم بعد كيكون واحد الدراسه، ضروري كيكون واحد الدراسه قبليه باش يعوضوا الناس اللي ماتوا ولا الناس اللي تحسنت الحال ديالهم. بزاف د الحوايج كيطراو. وبالنسبه بالناس اللي بغاو يستافدوا قصد القياده ولا كتقصد العب السلطه ديالك تابع ليها المقدم. السلام عليكم، السلام، انا بغيت نسجل قفه ديال رمضان ما عنديش. هو كيسجل لك، كتدفع له كارت ناسيونال فوتوكوبي ولا شي حاجه، صافي هو كيتم الدراسه ديال الحاله ديالك، كيدخلوا كنتي كتستحق وفيك الشروط وما عندك شي، راه غادي تستافد من القفه. هما اللي غادي يدرسوا ديالك الملف ديالك غادي يمشي للعماله كل سنه، غتبقى تستافد. ملي غادي يبلغ وقت القفه غادي تستافد اوتوماتيك بلا ما تبقى تمشي عندهم ولا شي حاجه. بالنسبه فين غادي القفه ديال رمضان ولا شي حاجه، هما كيحدوا واش دار الشباب ولا القياده ولا الجماعه، هما كيحدوا واحد المكان مناسب اللي غيتجمعوا فيه الناس بزاف، غادي يقدموا لهم القفه ديالهم في احسن الظروف في احسن الامتيازات باش يدوزوا رمضان باحسن حله، باش كلشي كيكون واحد الكفاءه هي ماشي كبيره بزاف ماشي اقل، ولكن